السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمتنا جميعا يا رب العالمين. شايفين العظمة؟ شايفين الزبدة، الملبن، الدوبان بتتقطع كده وبتقع لوحدها. عملتلكوا كوارع بطريقة فظيعة رهيبة غير كل اللي عملته قبل كده معاكم على القناة. حاجة كده تحفة، الشوربة بتاعتها بهريس. بصوا تعالوا الأول وانا اقول لكم اتعملت ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. حتة زبدة حلوة واحط بقى ايه ونوريكم بقى الطريقة. بصوا انا منضفاها مخليها زي الفل، بسم الله ما شاء الله. الكوارع انا لما جبتها من عند الجزار دايما تقولوا له وتبقي ست شاطره كده وحلوه وانت بتشتري تعرفي ان انت ناصحه، تقولوا له انا عايزه ايه الرجل القدامانيه، لان الرجل القدامانيه دي هي اللي فيها بصوا الشغل كله. ما يقولكيش بقى خدي اللي ورا واللي مش عارف ايه، لا قولي له لا انا عايزه الرجل القدامانيه. هيقول لك بقى انت بنتي عايزاه بقري ولا جاموسي، قولوا له لو عندك بقري يكون افضل، لان الكوارع في البقري بتبقى تحفه بتبقى جميله وبتستوي بسرعه. الجاموسي بقى بتاخد سوا شويه بس حلوه برضو، بس اهم شيء تقولي ايه، تقولي الرجل القدامانيه. تمام كده. نيجي بقى هنا حطيت الزبده وحطيت مكعبات جزر، طماطم، بصل، قرن فلفل حار، ده اختياري، عايزه تحطي بارد براحتك. تمام. نزلت بيهم الاول الجزر، الطماطم، البصل متقطعين كده حبة حلوين، ونزلت بهم مع قرنين شطة حار. خلوا بقى الشوربة دي خيال. تمام. وبعد كده نزلت بورق اللوري او ورق الغار وليمون ناشف لومي وحبهان وشوية كيري صغيرين. بقى عايزة تحطي شوية بابريك حطي. بصوا بقى الكوارع بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. متقطعة بقى حتت صغيرة وبيضة زي الفل قشطة. شفتوا الفل كده زي ما انتوا شايفينها انتوا في اول الفيديو كانت عامله ازاي من الخضار اللي حطيته فيها والبهار كانت مغيره لونها، لكن بصوا هي وانا بعملها بيضه وحلوه ازاي. طبعا هقول لكم انا غسلتها ازاي وضيعت منها ريحه زفاره وريحه اي حاجه فيها. هي جايه لي طبعا نضيفه، لما اروح اشتري واقول له انا عايزه ايه كوارع تكون نضيفه وقطعها لي قطع صغيره. تمام. جيت برضو عدت عليها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لو عايزة عشان تاكلي الحاجة وانت ضمناها. مسكتها غسلتها الأول بمية جارية كده تحت الحنفية، نضفتها أي حاجة فيها شعر أي حاجة نزلتها. بعد كده حطيتها في طبق واسع، حطيت عليها شوية طحينة، شوية مثلا خل صغيرين، ليمون، شوية ملح، ودعكتها بيها كويس قوي وسبتها شوية لما طلعت كل حاجة منها. وبعد كده شطفتها تاني شطفة محترمة وسبتها ايه تتصفى، وكده تبقى ريحتها جميلة معاكي، ولا الشوربة تعمل ريم ولا تعمل رغاوي ولا اي حاجة خالص. اعملي التكة دي هتاكلي كوارع ما حصلتش، والشوربة بتاعتك هتبقى لونها زي ما انت شفتيها كده، من الجزر، من الطماطم، من البصل، من الفلفل، من البهار اللي انت حطيتيه، هيودوكي في حتة تانية، هيخلوكي تنسي اي كوارع كلتها في حياتك. تحفة. بصوا منظر جميل، ولا طلعت ريم ولا طلعت رغاوي ولا طلعت اي حاجة خالص. اللهم صل على النبي. شايفين الطعامة كل شوية بقلبها، وطبعا هي الكوارع معروفة بتاخد سوا. انا عندي حلة ضغط بس انا عمري ما شغلت حلة ضغط معاكم، انا بحب اشتغل كده على النار عشان اعرف الكوارع بتاعتي هتاخد كام ساعة، هتستوي بسرعة ولا تستوي بوقت كبير. بصوا الشوربة بسم الله ما شاء الله دسمة جدا جدا، كلها بهريس، مش عايزة اقول لكم خطيرة. والله يا جماعة انا ما بعمل حاجة وتطلع حلوة الا ما بقول لكم فعلا هي حلوة. الكوارع بتاعتي قربت تستوي، نعمل بقى شوية الرز الابيض بقى. حطيت الزبدة، شوية زيت ذرة، وغسله الرز بقى الابيض بقى بمصري بتاعنا، ونزلت بقى هفضل بقى اشوح فيه، اديله تشويحه حلوه كده، يعني اشوحه كده قرب ما يصفر مني.
لا اله الا انت يا رب، سبحانك اني كنت من الظالمين. متنسونوش من اللايك والسبسكرايب، اهم حاجه يا جماعه اللايك والسبسكرايب. واللايك اللايك الجماعه اللي بيخش يرموا لي كومنت ويسيبوا اللايك ده بزعل جدا، بزعل لما الاقوكوا رميتوا لي كومنت بتفرحوني بيه وبعد كده ما الاقيش اللايك بتاعي. لا انا بلاقي الكومنتات كتير جدا ونص الكومنتات لايكات، طب فين الباقي؟ لا ازعل واجيب ناس تزعل. انا بفيدكم وبوريكم كل حاجه، فانتوا تفيدوني برضو وتدوسوا اللايك قبل ما تشوفوا الفيديو وتشاهدوه. واي حاجه حلوه بقى حطوها لي، جبر خاطر على الله يا جماعه. شوحت الرز تشويحه محترمه، بحب احط بقى شويه فلفل اسود وازوده ميه سخنه، ومجرد ما يغلى وطي عليه. هو كل الموضوع الكوارع هي اللي خدت سوا مني بس، لكن كله سهل في سهل وخلص. بصوا لو استوت بسرعه هخلصوا مسافه نص ساعه، لو انا حطيتها في حاله الضغط مش هتاخد نص ساعه معايا، سوا اقل نص ساعه. والرز بسرعه وكنت اعمله، بس انا حبيت ان انا اعمل معاكم على الحله كده واعرف خدت وقت قد ايه في السوا. طبعا مجهزه التوم بتاعي وحته الزبده في قلب الطاسه، وهبتدي بقى اعمل طشه التوم بتاعتي بالخل، ومعايا شويه عيش فلاحي اللي انا كنت خابزه معاكم في البلد. خدت شويه ناشفين كده واحط عليهم حته سمنه واحمرهم، لان انا بحب احط على الفته من فوق. هتشوفوا دلوقتي معايا عملت الطبق الفته ازاي. كان طبق فته خطير خطير، دي شويه عليه بجد والله. يدوبك بس احمره كده تحميره حلوه، يبقى محمص كده عشان لما بحطه بيبقى بيدي طعم كده يا سيدي يا سيدي. بصوا ابتدى بقى لونه يتغير وبقى متحمص كده ولونه حلو وجميل ازاي. والتومه بتاعتي احمرت بقى، ننزل بشويه الخل مجرد ما تشم النار كده وتغلي يبقى كده خلاص اهو غلي كده. هرفعها من على النار. نيجي بقى كده بقى مع بعضينا نعمل طبق الفته الخطير. حاطه بقى شويه عيش بقى فلاحي ناشفين من غير ما يتحمصوا في ارضيه الطبق. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ والله الشوربه بصوا تحفه، اتشربت لوحدها كده. هنزل بقى كده اسقسق العيش كده زي اهالينا كده زمان لما كانوا بيقولوا نسقسق او نسقي او كده. لا احنا بنحط بقى الشوربه كده على العيش عشان يبوش كده ويبقى طري من تحت. الشوربه تحفه، بصوا لونها عامل ازاي جميله. هي دي اساس الكوارع. عارفين بقى فوائد الكوارع؟ جميله جدا للعظم وجميله للركب، واللي عندهم خشونه واللي عندهم التهاب في العظم بتسحب كل ده يا جماعه، واللي اعصابهم بايظه. بصوا فوائدها جميله، فوائدها حلوه قوي قوي للعظم. مش لما كنا زمان نسمع اهالينا او ابهاتنا يقول لك ما تروحي تجيبي لي جوز كوارع عشان يرموا لي عظمي، او ماسوره من عند الجزار. لا ده الكوارع دي مش عايزه اقول لكم تعمل ايه في العظم. نحط الرز بقى بعد ما سقسقنا العيش، وننزل بالدقه بقى بتاعتنا بقى طشه التوم من فوق كده داير ما يدور. وحطينا برضو شويه برضو دقه بالتوم كده، توم بالخل على العيش من تحت، وكملنا الباقي من فوق كده. شايفين الجمال والطعمه. نحط برضو شويه شوربه عشان الرز يشرب من الشوربه. انا والله بصوا انا عيالي انا وجوزي بناكل الكوارع، وابني الكبير برضو بياكل. بنتي بقى كانتش راضيه، تقولي لا 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 لا. قلت لها طب دوقيها عشان خاطري دوقيها. ودقتها قالت لي ايه الجمال ده يا ماما، ايه التحفه دي بجد. الطريقه كانت خطيره، طول عمري بعملها ما بترضاش تاكلها. قلت لها عشان خاطري دوقيها المره دي هتعجبك. دقتها فعلا قالت لي انا اول مره اكلها حلوه. ناخد بقى العيش الناشف بقى اللي انا حمصته بالزبده واخده داير ما يدور كده،
حوالين الطبق كده من على الطرف كده، وننزل بقى بصوا بالعظمة، بالعظمة. بصوا ماسكة في الشوكة ازاي، عظمة يا جماعة. بصي تاخديها كده تزلطيها في بقك من غير اي حاجة، جميلة. جربوها وحببوا ولادكم فيها، مفيدة جدا، بتقوي جسمهم، بتقوي اعصابهم، بتقوي عظمهم، حاجة جميلة. والله انا مش عايزه اقول لكم وانا واقفه بعمل كده كلت لي حته كبيره قد كده بالشوكه من كتر طعمتها وجمالها. بصوا الطعمه، بصوا الشوربه بتدلع في الحله ازاي، مش شوربه بيضه كده وتبقي مش عارفه ما تعرفيش تشربيها، لا دي شوربه كده تحسي ان انتي عايزه تعملي بيها شويه محشي. اه والله تعمل بيها شويه محشي، يا سلام يا سيدي. شايفين الدوبان بتتقطع ازاي، شايفين بتتقطع ازاي. طبعا لازم اصفي الشوربه لان فيها بهاريس وحاجات كتيره بقى كده وجزر وطماطم وبصل وحاجات بقى ومحتاجات اشيائي بقى اللي بتخلي الشوربه حلو. فهصفيها عشان يعرفوا يشربوها كويس. يا سلام. بصوا اكلتها اول امبارح، انا بسجل فيديو النهارده وانا كنا عاملينها اول امبارح، بفكر اعملها تاني من كتر جمالها. لان عملتها كتير بس اول مره تطلع معايا كده. عملتها طاجن بالبصل والطماطم في الفرن، وعملتها قبل كده بالشوربه زي الطريقه دي بس كانت مختلفه، لكن المره دي الطريقه مختلفه. كفايه لون الشوربه، كفايه لونها، ومش لونها وبس،